فالهالا، فلتركضوا في سلام أيها سلام إيه؟ إحنا بنتكلم عن الفايكنجز. فايكنج مسلسل عدد حلقاته 89 حلقة 8 مواسم. المسلسل بيتكلم عن فترة حكم راجنر القائد الأسطوري وأولاده. King Ragnar. That is my name. King Ragnar. The Sons of Ragnar اللي عملوا أقوى جيوش الفايكنجز انتقاما لأبوه اللي أعدمه حاكم إنجلترا كرسا بالتعبين. فمش الفايكنجز يعني اللي يتعدموا بشوية تعبين، ولو لازم إعدام يبقى إعدام بشرف. من 15 سنة كده لقوا مقبرة جماعية على حدود إنجلترا. بعد البحث والتمحيص من العلماء اكتشفوا إن المقبرة دي كانت ل50 جندي من جنود الفايكنجز اللي أعدموه، وده عادي. لكن اللي مش عادي إنهم اكتشفوا إن الجنود دول أعدموا وهم واقفين في مواجهة جلاديهم. بمعنى أنا مش هوطيلك على الأرض عشان تقطع راس، أنا هبص في عينك. فاتعدموا وهم واقفين. وهي دي كانت عقيدة الفايكنج، إنك لو هتموت لازم تموت محارب ماسك سيف. عشان تسافر بعد الموت فالهالا اللي هي الجنة اللي فيها كل المحاربين قاعدين مع الإله، عشان نستعد إننا نحارب الوحوش الكونية الموجودة في العالم الآخر. طب يعني هل ده كلام ناس عاقلين؟ يعني هتروح الجنة اقعد وارتاح واشرب لك كوباية عصير مانجا. بس لا، شرف الفايكنج في الحرب. احنا رايحين الجنة نكمل حرب مش هنلعب. طب هل الفايكنج كانوا جماعة من الهمج المتشردين اللي بيقودهم العنف؟ هو في الحقيقة الفايكنج هم من أعنف القبائل، لكن في وقتهم كانوا متقدمين جدا. هم طوروا بناء المراكب وكانوا عارفين كل مركب تستخدم فين، دي تمشي في النهر ودي في البحر. مراكبهم كانت الأكبر والأسرع في الوقت ده غير إنهم أول ناس اخترعوا البوصلة الشمسية. بص الفايكنج طبقوا مبدأ الحاجة أم الاختراع. إحنا كراسنا هنحتاج مراكب، هنلف كتير في العالم ونروح ونيجي نعمل بوصلة. وبالفعل المراكب دي ساعدتهم في التوسع في حملاتهم، ومش بس كده، دي ساعدتهم في اكتشاف أماكن جديدة. في حقائق تاريخية بتقول إن الفايكنجز اكتشفوا أمريكا قبل كريستوفر كولومبوس، لأنهم لقوا بقايا من سفن الفايكنجز على سواحل أمريكا. ده غير بقى سيوف الفايكنجز اللي كان ليها تركيبه مختلفه جدا الوقت ده. الفايكنجز خلطوا بين الكربون والفولاذ بحيث ان الكربون ما يزيدش فالسيف يبقى سهل الكسر، ولا يقل فالسيف يبقى سهل الالتواء. المهم بقى ان سيوف الفايكنجز حققت المعادله دي، وعلماء كتير قالوا ان التركيبه دي كان صعب جدا اتقانها قبل الثوره الصناعيه. وحاليا لسه باقي 170 سيف من سيوف الفايكنجز لسه موجودين. تخيل الفايكنجز دول كانوا قاعدين في دول اسكندنافيا ومتخيلين ان العالم حدوده البحر ومفيش بعده حاجه، ومع ذلك وصل نفوذهم لأوروبا وجزء من آسيا وأفريقيا. ولكن محدش عارف سر اختفاء الفايكنجز الوقت ده. البعض قال إنه بسبب هزائمهم الكتير في نهاية عصرهم ودخول جزء كبير منهم المسيحية، بس ده مفيش إثباتات بشكل قاطع عليه، لأن الفايكنجز ما دونوش كتير عن نفسهم. وكل الكلام اللي كان مكتوب عنهم كان يا إما من بوابات إنجلترا اللي بيكرهوهم جدا، أو من الأساطير الملحمية اللي هم ألفوها عن نفسهم، وبعض المخطوطات والآثار اللي تخص الفايكنج نفسه. لكن المؤكد عن الفايكنج إن عصرهم كان عصر أسطوري. فالهالا أيها المحاربين، واشوفكم الحلقة الجاية مع مسلسل جديد وحكاية جديدة.